السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهاردة ان شاء الله هنعمل عصير جميل جدا ومنعش. هنعمل نعناع بالليمون. معانا قطع من التلج، معانا اوراق النعناع غسلناه كويس ان شاء الله. النعناع جميل جدا وفريش. معانا كوباية لبن، معانا سكر، ومعانا ليمون. احنا ممكن نستخدم بديل السكر العسل. طبعا قشرنا الليمون كويس وشلنا القشرة البيضة، وهنشيل البذر منه عشان ما يمررش مننا بالشكل ده. هنجيب الكبة او الخلاط، هنزل عليه باوراق النعناع احنا غسلينه كويس، كمية الليمون. احنا هنعمل نوعين النهاردة، نوع باللبن ونوع من غير لبن. باللبن ده جميل جدا ومغذي. نزلنا كده بكمية النعناع وعليها الليمون. السكر طبعا على حسب التحلية، انا هحط 3 معالق بس. طبعا لو في عسل ابيض بيبقى جميل جدا ومغذي اكتر. ننزل كده بقطع التلج، ومعانا طبعا ميه برضو متلجة. حاجة كده منعشة وجميلة جدا، ريحة وطعم تحفة. اذكروا الله وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. نزلنا كده بكمية المية، هنضربها بالشكل ده. حبيبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. طبعا بعد ما نضربها كويس بنصفيها بالمصفى. احنا ممكن نعمل كوكتيل ونحط كيوي، بيبقى تحفة. الليمون مع الكيوي مع النعناع، هتجربوه يعجبكم جدا. معانا الكاس، هنزل كده بقطع التلج. انا هضيف بقى هنا ستيفن، بيدي طعم جميل جدا للعصير بتاعنا. لو مش حابه تضيفيه مفيش مشكله، ده اختياري. هنصفيه بالشكل ده بالمصفى. انتعاش بقى وجماله تحفه. كده اول نوع خلص معانا. هنبتدي نعمل اللي باللبن. هنزل بكميه السكر والنعناع والليمون. انا هضيف كوبايه لبن وعليها كوبايه ميه، طبعا ممكن استخدم كوبايتين لبن. انزل بكميه السكر كلها 3 معالق. السكر على حسب التحليه. هنضربهم كويس. انزل بقى بقطع التلج. بالشكل ده. هنصفيه بمصفى. طبعا بنحط في كل كاس قطعة من التلج عشان يبقى مثلج وجميل. بس ما شاء الله تحفة. اللي باللبن ده جميل جدا، جربوها يعجبكم ومغذي في نفس الوقت. وبكده خلص معانا احلى عصير منعش ليمون بالنعناع. هتجربوه يعجبكم جدا. حبايبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وجربوا تضيفوا ستيفن بيبقى جميل جدا، او اي نوع تاني. حبايبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.